أنا الدولة الوحيدة حاليا في شمال إفريقيا التي بإمكانها أن تمحي المغرب في مدة ساعة واحدة. واضحك على روحك. انت نورمالمون ما تتكلمش، لانك لو كنت هذا الضحك نروح تضحكوا على المراركه اللي قصوا لك خاوتك وقتلوا لك خاوتك، قاعد تضحك هنايا. واش تسوى المغاربه سمعتوا سمو قالك راهم هما قادرين يمسحوا المغرب غير في ساعه. يا ربي مع من عايشين، مع من حشرنا الله في الجوار. واش هاد الناس كياكلوا شي حاجه من غير الخبز؟ واش هاد الناس عندهم نفس العقليه؟ العالم الاخر حماق. ودابا اصدقائي العزاز غادي ندوزو غادي نسمعوا واحد الشهاده واحد المعارض ايراني اللي كيفضح ايران وكيفضح البوليزاريو والجزائر. لكم بعض الأمور. أولا، لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسوي، ربما تعرفه في قنوات التلفزيون، إلى الجزائر. هو رجل استخبارات الحرس. عين رئيسا للملحقية الثقافية الإيرانية في الجزائر، ولكن همه كان المغرب. فخلال تواجده في الجزائر حتى الجزائريين اعترضوا على نشاطه. دولة أوروبية ربما فرنسا رصدت مكالماته مع جماعات في بوليساريو داخل، وهو يتحدث عن وصول فلان دفع من الأسلحة، وصول فلان دفع مالية نقود، وسلمت دولة فرنسا أو دولة أخرى وأمريكا هذه المعلومات إلى المغرب. والمغرب بدأت يطابق أنشطة أمير موسوي في الجزائر، وأيضا ارتباطات بوليساريو معهم. وتبين أن قضية أعلى من سوء تفاهم. هناك رجال من حزب الله ومن استخبارات الحرس ومن فيلق القدس يقومون بتدريب رجال بوليساريو كيف يسقط طائرة أو هليكوبتر أو كيف يصنع متفجرات. يعيدون الحال الحوثية أيضا. بالضبط مثل اليمن. فمغرب أولا ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء، وهؤلاء يقولون نحن أحفاد فاطمة الزهراء. نعم. ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء. فإذا في مغرب حالة خاصة. الإسلام المغربي إسلام صوفي، إسلام لطيف متساهل متسامح. فإسلامهم إسلام شيعي متعصب. فهذا كان في تعارض كامل. ملك المغرب رئيس لجنة فلسطين، فهؤلاء يدعون بأنهم سوف يحررون فلسطين. وملك المغرب صديق أسرة بحلوي، ملكة فرح عندها فيلا بالمغرب تغزي معظم وقته. يعني هم يأخذون عليه هذا الموقف. أي بالتأكيد. وابن شاه رضا بحلوي الآن في المغرب. يعني هم علاقة عائلية بينهما. فقضى الشاه آخر أيامه قبل وفاته في المغرب، بعدين ذهب إلى آخر أشهر من حياته. فهؤلاء ينظرون إلى المغرب باعتبارها دولة إفريقية عربية مسلمة ذات جاذبية خاصة. يعني المغرب قادر على أن يكون منافسا ندا لإيران في أفريقيا. مصر الآن منشغلة بأمورها الداخلية بقضايا، وهذا ما أشار إليه أستاذ عبد الله، إعادة بناء المجتمع المصري. ورغم أن السعودية لديها اهتمام خاص بأفريقيا، ولكن عندها مشاكل في اليمن وفي مواجهة إيران وسوريا وغيرها. فلذلك المغرب يبقى الدولة الوحيدة التي قادرة أن تتنافس مع إيران وتصد. ودابا أصدقائي العزاز غادي ندوزو غادي نسمعوا لواحد الجزائرية حرة اللي دائما كتعطي العصير في كاس كبير للنظام الجزائري والعم يتبون وشنقريحة. التحليل العبقري ومن بعدها نعلق. لو نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية من طرف أي خبير أجنبي وليس جزائري وفرنسي، نقوم بعملية مقارنة للقوة العسكرية الجزائرية مع القوة الفرنسية على سبيل المثال، مع تحييد السلاح النووي. يعني هو هنايا دار فينا مزيه، ما غاديش يهضر على الاسلحه النوويه، غادي يهضر غير على الاسلحه مثلا البيولوجيه، الذكاء الصناعي، الطائرات، الصواريخ، الغواصات. اوكي، القواعد العسكريه هيا
ايوه قول. سوف تجد على أن القوة العسكرية والخبرة العسكرية وكل ما يتعلق بالإدارة العملية وغير ذلك تؤول إلى الجزائر بدون نقاش. حبس ثم تؤول إلى الجزائر بدون ماذا؟ بدون نقاش، يعني قولا واحدا. على أساس ماذا يا أستاذ؟ لو جمعت فرنسا وإسبانيا معا سوف تجد الجزائر في موضع قوة أمام هذه القوتين. ما هو الدليل؟ بناء على المؤشرات والأرقام من العدة والعداد والخبرة المتراكمة. الخبرة المتراكمة، الخبرة تاع واش؟ كنتوا تحاربوا ببنادق تاع الصيادة سي محمد. بالنسبة لهذا المحلل الاستراتيجي، الجيش الفرنسي اللي هو في المرتبة السابعة كأحسن وأقوى جيش في العالم، زائد الجيش الإسباني اللي هو في المرتبة 17 دوليا، ما يقدروش يغلبوا الجيش الجزائري. هذا النوع من الكذب والتبلعيط مين جبتوه؟ ومازال راك تهدر وعندك الوجه صحيح تهدر وقدام الناس، والصحفي راه يقول لك يا ودي نعت الشيطان، مكاش دليل. هاد الهضره تقولها في عرس في طهاره، تكون قاعد مع صاحبك في القهوه، ماشي على منصه تاع برنامج. مفروض انه في قناه رسميه وزير الدفاع الجزائري وما قالهاش، شنقريحه ما قالهاش، تبونو ما قالهاش، كاع الهبال تاعه والدينار الطفيلي تاعه والطفيليات اللي في راسه وما قالهاش. كون صح وكان كاش دوله تصدم على الجزائر، اول واحد غادي يهرب هو شنقريحه، لانه عارف بلي الجزائر مثلا لو كانت تتعرض لها دوله قويه كما فرنسا ولا اسبانيا، كل وحده وحدها بلا ما يكونوا مجتمعين. هذوك اللي كانوا مجتمعين انسوا. راني نقول لكم بلي اول واحد ولا اول ناس غادي يهربوا هما لي جينيرو تاع الجزائر، لانه لا تهمهم لا الامن ولا المصلحه ولا الجيش ولا الشعب، ما يهمهم هو المصالح الشخصيه تاعهم. وراهم عارفين بلي قدرات الجيش الجزائري محدوده مقارنه بالدول الاوروبيه تاع الجيوش. لم تعد استعراضات عضليه، في حين انه انت عندك جيش الجزائري كيدير الاستعراضات تاعه، يديرها ويبين بلي عنده ناس فريمون يديروا اشياء غريبه بيزار، تقول راك في سوق شعبي. نوريكم هذا الفيديو. شوفوا هذا السيد هنا زعما راه حاط عقرب في يده. واش علاقه الجيش وقوه الجيش وباللي راك انت معري صدرك كيما هكا وتوري للناس وتاكلها؟ شيء في منتهى القذاره. يشجع فيه، برافو عليك. نو 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 نو. الوقت اللي دول تستخدم العقارب لاستخراج السم اللي هو واحد من اغلى السوائل في العالم لانتاج ادويه ومضادات وعلاجات الى غير ذلك، الجيش الجزائري يجيبوا واحد ياكل عقرب ويصوروها وبلا ما يحشموا ويحطوها في التلفزيون. هذا الانسان اللي يدير هذه التصرفات غالبا هو انسان مختل، انسان يعاني من اضطراب، انسان يحتاج الى دعم نفسي وعلاج. ما تقدرش انت تبين بلي الجيش تاعك عنده اختلالات نفسيه بهذا الشكل. ما كاش واحد راه يعري صدره ويروح يقول انا قوي لانه عندي عضلات. الحروب والمعارك الان تدار الكترونيا، تدار بالذكاء الصناعي، تدار بكبسه. اصدقائي الاعزاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. الناس اللي باقي ما اشتركوش معنا، مرحبا بكم. اصدقائي الاعزاء، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب، والسلام عليكم.